إنه حفيد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وهذه والدته قبل أن تتوفى عام 2010 عن عمر 52 عاما. هي التي زارت بغداد عام 1982 حيث شاركت بإحدى مسابقات الجمال آنذاك وفازت باللقب. أعجبت عدي صدام حسين الذي تزوجها، إلا أنها هربت منه بعد 8 أشهر فقط وعادت إلى تركيا متهمة عدي بتعنيفها، لكنها كانت حاملا منه بشهرها الثامن، وهناك ولدت مسعود عدي صدام حسين. هو أحد القلة المتبقين من عائلة صدام الذي أعدم في ديسمبر 2006، فيما قتل عدي وقصي عام 2003 في اشتباكات مع قوة أمريكية بالموصل. مسعود عدي صدام حسين عاد ليظهر وهو في بدايات عقده الثالث من العمر، يعيش في تركيا، وتعرض لحادث سير في مدينة مغلا جنوب البلاد جراء سقوطه من دراجته النارية ليظهر إلى العلن في أعقاب الحادثة عام 2016. وها إنه على ما يبدو مهتم بالسياسة بدوره، حيث كانت له تصريحات صحفية رفض فيها الربط بين داعش وحزب البعث، معتبرا معركة الموصل حرب تحرير من إيران والولايات المتحدة وأكثر من 60 دولة. ويعتبر أيضا أن تركيا هي وحدها القادرة على دخول الموصل. هو الذي على ما يبدو لا يزال يعيش حقبة البعث المنحل، إذ تفيد مصادر صحفية أنه لا يزال يرفع علم البعث في منزله. إذن ظهور جديد لوريث قديم في عائلة صدام حسين، هو حفيده مسعود عدي صدام حسين، وعلى ما يبدو فإنه بعثي شرس ويتعاطى السياسة أيضا. بديع يونس، الحدث.